صباح الخير، ازيكم؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. انا منى ودي قناتي مطبخ تعلمي واعملي بايدي. هنعمل النهارده دينيس بالثوم والليمون، حاجه كده. بصوا مش هقول لكم، مش هتكلم كتير. طبعا الكل عارف الدينيس، سمكه الدينيس من الاسماك الجميله جدا. شايفين الديل بتاعها؟ بصي، هي كلها فسفور، بوتاسيوم، مغنيسيوم، كالسيوم، يعني هي حلوه جدا جدا جدا. بصوا انا منضفاها اهي، مفيهاش اي حاجه. تمام. هنشوف بقى هنعمل ايه مع بعض. قبل اي حاجه خالص هنحضر الخلطه اللي احنا هنحشي بيها السمكه دي. عندنا الاول حاجه الملح اهو. عندنا كمان توابل، بهارات سمك تتباع عند العطار عادي، او ممكن تحطي كمون وملح وكده. تحطيش بهارات كتير عشان ما تضيعش طعم السمك. تمام. وعندنا هنا جنزبيل وعليه زيت زيتون، ناخد منه معلقه صغننه. تمام. عندنا كمان خل تفاح، لو ما عندكيش خل تفاح ممكن خل عادي، هناخد منه معلقه. وطبعا زيت زيتون هناخد منه معلقه، عشان لسه هنحط تاني فوق السمكه والخضار. تمام. قلبنا ده كله مع بعض كده. الخلطه بتاعتنا اللي هي بتاعت السمك جاهزه، هنعصر بس عليها الليمون. عندنا هنا 3 ليمونات هنعصرهم. طبعا السمك بيحب الليمون. متحطش ليمون كتير، تلاقي السمكه طعمها خطير. انا حطيت دلوقتي 3 ليمونات اهم. كده الخلطه بتاعتنا اهي. تمام. طيب هنجيب بقى عشان ايه الاول حاجه السمكه. بصي بنعمل فيها فتحات، يعني علشان ايه؟ تبقى تستوي. كمان الفتحات دي بيبقى شكلها حلو بعد كده فين؟ في الفرن. شايفين الفتحات دي؟ الناحيه التانية كمان. دي وزنها كيلو وربع. اهي الفتحات شايفينها. طيب هنركنها هنا على جنب، وهنجيب القطاعه عشان نقطع الايه؟ الخضار. طبعا انتي بتعملي في اي صينيه موجوده عندك، مش شرط يعني ايه زي ما انا بعمل. عندنا كمان الفلفل، ده الفلفل اللي هو التخين ده الاحمر. طيب هجيب الصينيه اللي احنا هنعمل فيها اهو. تمام. وهنحط فيها الخضار بس بقى عشان ايه اوسع لنفسي. طيب بصوا بقى، هنحط البطاطس اهي. تحطي بقى بالطريقه اللي تريحك، شوفي انت عايزه تحطيها ازاي يعني.
انا بحب اعمل شكل يعني في الصينيه. هنبتدي نحط البصل، يعني ادعكيه بايدك كده اهو. حطي الفلفل، ده الفلفل الحامي، اللي مش حابب الحامي ما يحطوش. تمام. هنكمل بقية الخضار. عندنا جزر، طبعا الخضار ده بقى اللي هيبقى جوه السمكة، تمام، اللي هو المبشور ده. لكن بقية الجزرة اهي حطها في الصينية عادي. هو اللي هيتعورنا بقى. تمام. ده بقية الجزر. تمام. هنعمل بقى ايه بقية الخضار ده اللي هو الفلفل والطماطم. الطماطم هنقطعها كده. طماطم بقى قطعيها تخينه شويه عشان انتوا عارفين هي ما بتستحملش اهو. هما قطيتين بس يعني بيدوا طعم وكده، وبصراحه انا بحبهم. عندنا كمان فلفل اخضر. بصي اي خضار انت بتحبيه حطيه، الخضار ده طعمه خطير في الاخر والله. زي ما قلت لكم دول هيبقوا جوه الايه السمكه. ايه تاني بقى؟ عندنا التوم. دي الخلطه اللي احنا عارفين انها هتخش جوه الايه السمكه. هنجيب بقى التوم والبقدونس والكرفس اهم حاجه. ادي التوم اهو، تمام، وادي البقدونس وادي الكرفس. تمام. هنقطع ده كله، يعني قطعي اي كلام. انا كده كده هفشرهم، هفرمهم في القطاعه بتاعتي. انت دقيهم قطعيهم، شوف انت عايزه ايه، يعني اللي انت عايزاه اعمليه. مش شرط التقطيعه يعني تكون ازاي. انا بس علشان ايه ايديا فيها مشكله فمش بقدر اقطع على ايدي ايه كويس. انا بعملها دي اليدويه دي، جايبها 80 جنيه والله، وفي منتهى الجمال يعني. اهم هنفرمهم. شايفين انا فرمتهم اهو. هنحط عليهم دول. خلاص كده احنا خلصنا الموضوع ده. ادي الخلطة اللي هي بالليمون هناخد منها
شويه كده عشان نحط الباقي فوق الايه الخضار اللي احنا عملناه اللي هو ده. هناخد كده ونمشي بقى على الايه على الخضار. بصوا والله هتعجبكم جدا جدا جدا، تقدموها في العزومات يعني حاجه بصوا رهيبه. خلاص كده دي تمام. هنجيب بقى هناخد في الطبق ده نملاه ميه، يعني ناخد زي نص ميه. ادي السمكه طبعا الشقوق دي هناخد من هنا وندخل في الشقوق دي، يعني بصوا دخلي كده اهو. اقول لكم بقى جربوها وان شاء الله تعجبكم. تنسوش لو وصلتوا معايا لغايه المرحله دي تنسوش تعملوا لي سبسكرايب وتفعلوا الجرس. دي جنب التاني نفس الحكايه. خلاص كده. طيب نجيب الصينيه بتاعتنا بقى. الصينيه بتاعتنا اهي، نحط السمكه زي القمر كده سكره اهي. ناخد بقيه الخلطه بقى. بصوا حطي بقى زي ما انت عايزه. شويه الميه اللي انا قلت لكم عليهم. اوعي ترمي اي حاجه. حطي شويه زيت زيتون او زيت ذره اللي يعجبك فوق السمكه كده. وادي السمكه بتاعتنا العظمه، شايفين؟ رايكم؟ هغطيها بورق فويل. الاول هنحط ورق زبده وبعدين ورق فويل وندخلها الفرن، وما تخرج هوريها لكم شكلها عامل ازاي. ادي السمكه خرجت من الفرن، شايفين؟ رايكم؟ شايفين القمر ده؟ شايفين؟ انا حطيتها تحت الشوايه شويه اهي. رايكم؟ اول مره تخشوا قناتي ما تنسوش تعملوا لي سبسكرايب وتفعلوا الجرس وتعملوا شير. انا منى ودي قناتي مطبخ اتعلمي واعملي بايدك. بألف هنا وشفا وشكرا على المشاهده.